الملف رقم 413 في كورس السي شارب. احنا في ليفل 2 داتابيز ان سي شارب، كورس اللينكو. وكان ليفل 1 بيتكلم عن الادو. الدرس ده هنتكلم فيه عن ازاي اللينكو بيتعامل مع الداتا سيت. فطبعا هنعمل مثال في داتا سيت ونملى الداتا فيه من الامثله القديمه اللي في كورس الادو. جهزنا المثال ده وهنبدأ بقى هنمر عليها. خلاص احنا عندنا داتا سيت وعندنا داتا تيبل، يعني احنا هنكريت داتا تيبل وداتا سيت. شوف بس الطريقة ان انا هقول له from emp، اللي هو طبعا انا عندي بردك الداتا سيت دي هي بتاعت الموظفين اللي احنا كنا شغالين بيها قبل كده في الكورس اللي فات. هقول له in dataset dot table of zero، الاندكس بتاع التيبل. يعني كان ممكن اكتب اسم التيبل على طول، بس هنا علشان اعرفه وهو بيتعامل مع lists، يعني اقول له as enumerable. لو ما قلتلوش كده مش هيعرف يتعامل. دي اول نقطة. select new بقى بردك مش هينفع يتعامل غير بطريقة الايه، الالياس دي. اقول له select new، بدل ما اكتب بقى اسماء الامب دوت نيم الامب دوت كذا، الكلام اللي احنا بنكتبه ده مش هينفع هنا بردك. هنا لازم كل حاجة ليها سينتكس. لازم اقول له اعمل بقى النظام بتاع الالياس ده. امب اي دي اللي بيساوي امب زيرو، يعني هو الكولوم الاولاني. امب نيم بيساوي امب واحد، الكولوم التاني. امب سيتي بيساوي امب 2، ده الكولوم التالت. امب سالري بيساوي امب 3 اللي هو الكولوم الرابع. طب ما تيجي نشوف الكلام ده عملي علشان ايه، يعني نحس بيه اكتر. ادي المثال اللي موجود معانا في السي شارب. هنعمله ران كده الاول نشوف يعني الداتا سيت. هو هياخد داتا من الداتا سيت او داتا سيت قام جابها لي على طول. عمل كويري وجاب لي الناس اللي مرتباتها مثلا ممكن هنحط مجموعة يعني كونديشن وير دلوقتي. بس الاول نفهم الفكرة. يعني تحت البوتون ده هتلاقي فيه كود كتير، كود كبير يعني اللي هو الداتا سيت ده. بنبدأ اول حاجة عرفت متغير داتا سيت ده كلاس. طبعا داتا سيت ما هو زي الكلاسز بتاعتنا العادية، بس ليه تركيبة معينة. داتا سيت وداتا تيبل برضه. داتا تيبل ده كلاس. طبعا وبعد كده بدأت أعرف بقى طبعا الاستراكشر بتاع الادو. بدأت قلت كرييت تيبل، نيو تيبل سميته امب، وبعد كده الكولوم الأولاني نوعه الامب نمبر، ده نوعه تايب امب نيم، طبعا اللي ما بكتبش يبقى string، والسالري انت. وبعد كده عرفت البرايمري كي. بعد كده بدأت أضيف الداتا. أنا همرر الموضوع، تراجع أنت الموضوع، أنا مش هشرحه لأني طبعا كتير داتا بكل الطرق. يعني أنا خدته كوبي بيست من هناك، يعني حتى الطرق الآد المختلفة، بس بمرره قدامك كده تقدر توقف وتراجع من هنا. بس طبعا يستحسن ترجع للملفات الأولانية في كورس الآد اللي بتتكلم عن الداتا تيبل والداتا رو. وضفت بقى بيانات كتير بطرق مختلفة. المهم بقى عندي كمية من البيانات لا بأس بها. وبعدين قلت داتا سيت نيو داتا سيت، سميتها كمباني. وبعدين داتا سيت تيبل دوت اد تيبل امب. خلاص بقى عندي دلوقتي داتا سيت فيها تيبل واحد بس. كان ممكن اتعامل مع الداتا تيبل، لكن احنا هنتعامل مع داتا سيت على اساس ان لو عندي اكتر من جدول هقدر اتعامل معاه. هقوله بقى list emp from emp in data set. ما ينفعش لو انا شلت السطر ده كده هو قلت له تيبل كذا هتبقى مشكلة، مش هيفهم. ليه مش هيفهم؟ اهو الدنيا باظت عنده خالص. ليه؟ لان هو ده ستراكشر، هو مش هيقدر، ما ينفعش يتعامل مع، يعني هو معتبر ان الاوبجكت ده يعني الداتا سيت فروم ده مش قادر يستوعبه. يعني فالحل ايه؟ الحل ان احنا نحوله لاز انيرابل زي ما انا قلت لك، عشان يبقى انيرابل رو كوليكشن. خلاص، لان هو طبعا احنا عارفين ان اي جدول هو عبارة عن مجموعة من الروز. فخلاص. طب وبعدين حتى هنا بقى طبعا اما اجي اقول له سيلكت، لو قلت له كده، لو قلت له يعني مسحت الكلام ده كده اهو، وقلت له امب دوت، مش هلاقي فيه لا
فكان ضروري جدا ان احنا نستخدم اسلوب الالياس اللي انا مهدت ليه في المحاضرة اللي فاتت، ونبدأ بقى نتعامل مع واحد واحد من الكولوم الاولاني بام دوت اوف زيرو. وخلاص بقى ما انا بتعامل مع يعني عنصر اللي هي الروز يعني، فلازم عشان اتعامل مع رو افصصها على انها كولومز. نرجع بقى يعني في كل حاجة ليها اسلوب في الايه في التعامل. لازم اكتب از انيرابل، ولازم اكتب الطريقة دي عشان اقدر اكسس طب انا لو عملت ران دلوقتي خلاص، اما اجي اطبع بقى طبعا عادي جدا فور اتش طبعا الليست بوكس. اما اجي هطبع بقى طبعا هطبع بردك بنفس الاسم بتاع الالياس ده الام. انا طبعا طبعت حاجتين بس، انا عندي كل حاجه، بس انا حبيت اطبع حاجتين، اضيف حاجتين للليست بس كتجربه، اللي هو ان الام بنيم والام بسالري ايتم طبعا اللي انا كاتبه ده، والام بنيم والام بسالري مثال بردك نفس الفكره بالاسلوب بتاعنا اللي احنا متبعينه. هنعمل ران ونشوف النتيجة ان احنا كده خلاص. جاب لي على طول احمد 5000 وكده. طب لو حبيت احط بقى كونديشنز وكده، حبيت احط كونديشن وير وكده، برضك هاجي اكتب هنا الكونديشنز بتاعتي في المكان ده. هبدأ اكتب وير، بس برضك حتى في الكونديشن المواضيع هتختلف سنة مثلا. يعني هبدأ اكتب بقى امب، مش هتظهر يعني عملية امب دوت دي مش هيظهر لي الكلام ده. امال ايه الموضوع؟ الموضوع ان انا لازم اشتغل بنفس الاسلوب اللي انا كاتب بيه تحت ده. يعني انا اقول له ادي وير اهي، وير امب اوف 3. مين 3 ده بقى؟ 3 اللي هو يعتبر الرقم اللي هو اخر حاجة اللي هو السالري. 3 ده السالري، وده السيتي، وده النيم، وده الاي دي. فانا لكن تظهر هنا طبعا حكايه النيم، لان خلاص كنت عملت ده. انا هشتغل برضك بنفس الاسلوب، يعني امب اوف 3 يعني يقصد بيه السالري دوت ايكوال. مش هينفع ان انا اكتب له ايكوال للرقم مثلا ده، يعني دوت ايكوال اكستنشن ميثود عليه بتساوي الرقم ده. طب انا لو عملت كده اهو رن، جاب لي اللي هو ال 3000 بس. انا مجهز كذا كويري يعني نكتبهم عشان نشوف الطريقه. عندي واحده تانية برضك اوريها لك، اللي هي وير امب 1 تو string contain ام. ايه بقى امب 1؟ ما امب 1 ده النيم. انا كنت عامل عليهم كومنت عشان ابدا معاك سنه سنه كده، ما نقعدش نضيع وقت في الكتابه. يعني امب 1 تو string عشان هو string، يعني لازم اكتب تو string دوت contain ام. يعني امب 1 ده بيحتوي على حرف الام اللي هو النيم فيه ام بس، يعني يجيب لي الناس اللي اسمها فيه ام. ادي الناس احمد، اسلام، عمرو، عمر، كل الاسماء دي فيها ام. طب ممكن اقول له ام و3000، ممكن اسيب دي تشتغل برضك. عندك 2 كونديشن اهم، يعني ايه الاتنين هو شغالين معايا، الاتنين احطهم سيبهم زي ما هم الاتنين. يعني يكون المرتب بيساوي 3000 والاسم فيه ام اهو، المرتب 3000 والاسم فيه حرف الام. فطب ايه تاني كونديشن موجود عندنا؟ طب لو عايز اقول ان اكبر من او يساوي، اكبر من او يساوي او اقل من، اكتب بقى بحرية حبة اللي هي دي. ايه بقى الفكرة دي؟ فكرة حاجة جديدة، خلينا ماشيين بالتدريج كده عشان الدنيا توضح. وكل ما هتقابلك مشاكل هتبقى في التحويل. يعني انا لو كنت قايل له كده بس وشايل دي الكاست دي مش هيستوعب، عمل لي ايرور وبوظ الدنيا. يعني بقول له وير امب اوف 3، امب اوف 3 ده السالري برضك تاني، يبقى لازم الغي بس السالري ايكوال ده، وهنا السالري يعني دي طبعا دول هيشتغلوا مع بعض اند. يعني لما اقول له ايكوال كذا واكبر من او يعني دي اند، يعني ايكوال مش هيبقى اور، لان هنا لما عمل الاتنين ما جابش ده اور ده، لان انا لو اور بقى هحطهم جنب بعض كده يعتبر اند دي اند دي اند دي. طبعا يبقى لازم الغي بس السالري اللي فوق اللي بتساوي دي، لغيتها. انما هنا بقى هو مشكلته انه بيقول لي ايه، ان الفاريبل ده اسمه داتا رو، وبيقول لي ان الاوبريتور هو كتب لي. انا قصد طبعا ان اوريك الفكره دي، ان انت بتشوف الايرور ايه وتحاول تعالجه. بيقول لك اوبريتور كذا cannot be applied to the
operands of type object and int. يعني مش هينفع ده int وده object، فلازم احول واحد فيهم، احول الاوبجكت لانت، اعمل له كاست يعني. فاجي كده اقوم كاتب انت، يبقى بستخدم التحويلات. عملت التلاتة ده انت واقارنه، عايز الاكبر من او يساوي ايه، وكونتيننج ام، عايز اكبر من او يساوي 5000 وكونتيننج ام. تعال نشوف اهو، اكبر من او يساوي 5000 وكونتيننج ام، في ام اهو. يبقى احنا بدأنا كمان نحط وير، ونقدر بقى نعمل حاجات كتير. عندي كمية داتا كتير فوق، كل الحاجات اللي اتعلمناها اللي هي خلاص بقت داتا، بقت مجرد داتا. ان انا عندي داتا ممكن استخدم بقى اللمبا اكسبريشن، ممكن استخدم الاوردرد باي، جروب باي، النستد، الجوين، زي ما انا عايز، لانها بقت داتا عندي. يعني هعمل جوين باتنين تيبل، التيبل ده والتيبل ده، واعمل جوين بقى واعيش بقى في الكلام ده واجرب وكده يعني. فهبص الاقي ان الدنيا بدأت تتظبط معايا، والنتائج هبدأ اوصل يعني احصل على النتائج اللي انا عايزها. يبقى كده باختصار ادي طريقة تعاملنا مع الداتا سيت. جبنا عرفنا داتا سيت وداتا تيبل، وبعد كده عملنا كرييت لتيبل، وبعد كده بدأنا نحط روز. طبعا كرييت عادي في برايمري كي، ونراعي طبعا واحنا بنحط الروز ما تتكررش، برايمري كي ما تتكررش، كل القواعد بتاعته. وعملنا اضافة للروز بكذا طريقة، وبعد كده الداتا دي كلها موجودة عندي. بعد كده بدأت اكتب اللينك وكويري، فبدأت اكتب اسم الرو ده، هيعتبر رو من التيبل. يعني الامب ده يعتبر لو انا وقفت عليه كده يقول لي ده رو، داتا رو، هو كاتب لي. طب والناتج ده هيطلع ايه؟ enumerable row collection، يعني فعلا هيجيب لي مجموعة رو. يعني هو عارف بقى خلاص بقى رو، بيتعامل مع داتا سيت خلاص. وهنا كان لازم اعرف as enumerable ليه؟ علشان احول كل القصة دي كأنها ليست، كأنها enumerable. يعني هو ما بيقبلش غير الاوبجكت ده، مش هيقبل لي حكاية التيبل دي، لا لازم اكتب as enumerable. وطبعا لو انت دورت على السينتكس على الانترنت هتلاقي سينتكس كتير، واحنا لسه هندرس كل الدراسات اللي احنا بنتكلم فيها، والشغل اللي احنا بنتكلمه ده كله اسمه بنحط مجموعة من المفاهيم اللي بتخليك خلاص بقى عندك القدرة انك تفهم اي تغييرات، اي ابديتس، اي موديلز جديدة. العملية هتبقى سهلة بعد كل الحاجات اللي احنا عمالين نتكلم فيها دي. لو عندك اي سؤال اكتبه تحت الفيديو. اشكركم، سلام.